مساء الفل واهلا بيكم ولقاء جديد من اخر النهار. يا رب تكونوا بخير. يعني كل سنه وانتم طيبين. النهارده عاشوراء، ما تربطوهاش بحاجه. طول عمرنا عايشين في عاشوراء، وطول عمرنا في ناس بتصوم وناس بتقعد تذكر ربنا سبحانه وتعالى. والمصريين معروفين بيعملوا طبق العاشوراء الجميل كده. وهبه شلبي قررت ترش رش على الاستوديو النهارده، بعتت جابت عاشوراء من محل من المحلات المشهوره. واختي هتبعت لي عاشوراء النهارده، اختي موني هتبعت لي عاشوراء النهارده ان شاء الله بالليل. وكل حاجه تمام. مفيش بقى داعي ان احنا نقول بقى عاشوراء. حاج عفيفي يقول لك هو انت شيعي، وانت مش عايزين الحاجات دي بقى. بلاش تكبير الحاجات كده، وبلاش الكلام اللي ملوش معنى، الكلام اللي ملوش لازمه ده بلاش منه. خلينا زي ما احنا المصريين ليهم ستايل في الدين. حلوه ستايل في الدين دي، ليهم جو. هم فنانين. الشعب المصري ده فنان، شعب ذواق، بيتذوق الدين، بيستمتع بيه. اوعوا تفتكروا ان حلاوه المولد وعاشوراء والاحتفالات اللي بنعملها في رمضان والحاجات دي مساله ناس مفجوعه. لا، هي دي الاحتفاليه. دي الاحتفاليه بتاعت الشعب. الشعب بيحب يحتفل. شعب جميل، بس هو اكتئب الفتره الاخرانيه دي. يعني بعد رغم انه عمل ثوره عظيمه وثوره تانية عظيمه، او ثوره مكمله لثوره، او موجه وموجه، ايا كانت الاسماء. فنحتفل ونتبسط والناس تهيص والناس تروح. ودايما انا بقول لكم ليه اختي الكبيره، انا بحب اقول لها الصغيره عشان ما تبانش انها عجزت زيي. مش مراتي اللي بتعمل العاشوراء، لان اختي دي من ريحه امي. ايوه عزيزه بتقول لي ايوه. عزيزه مبسوطه ان انا بحكي. طيب عزيزه، والله لا افرجك يا عزيزه، هبهدلك في التلفزيون. انتوا عارفين ان انا قلت لكم امبارح ان عزيزه منعتني. مش عزيزه، اخواني في الاعداد قرروا يعملوا يعني فقرات سريعه 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 سريعه، ما فيهاش فرصه ان اقعد الت واعجن. فما لقيت واعجن كنت بجيب سيره امي بتاع. فالحبايب قالت لي عزيزه عايزين الحاجات دي لانهم يشتغلوا جامد. لما بنعمل الايقاع السريع ده بيبقى في شغل جامد، في شغل اخبار، في شغل تقارير، في شغل حاجات. ف بداوا يقولوا لي في البتاع عندنا ايه النهارده، عندنا ايه النهارده. اوكي حاضر. في حلقه اليوم